بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامج غايات قرآنية. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم في الحلقة الثالثة، وكانت الحلقات الأولى والثانية تتحدث عن الغايات في عنواننا غايات قرآنية وما المراد بالغايات، وقد قد فصلنا بعض الشيء في ذلك. وندخل اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن العنوان الشق الثاني فيه، وهو القرآن. ولا بد ونحن نتحدث عن الغايات القرآنية أن نعطي أو نقف بعض الشيء عن مقدمات حول تعريف القرآن الكريم ومكونات هذا القرآن وطبيعة نزوله وتدوينه وأهمية هذا القرآن وضرورة العيش في رحابه وخطورة هجره. هذه كلها قضايا تحتاج فعلا أن نقف عندها حتى يتهيأ إن شاء الله المستمع والمشاهد الكريم إلى كيف يمكن أن يلج إلى كتاب الله وكيف يتعامل معه، وما هي الطريقة المثلى لأن نلج إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ونتعاطى معه باعتباره هو الكتاب الهادي، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بالنسبة للقرآن علينا أن ندرك أولا بأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الإنسان منذ اللحظة الأولى، وأراد سبحانه وتعالى أن تكون المهمة الأساسية لهذا الإنسان هي مهمة الاستخلاف في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالمهمة الأساسية لوجود الإنسان هو أن يكون مستخلفا، وجعل الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان كل الأدوات التي تجعله مستخلف في الأرض، فجعل له كل ما في السماوات والأرض من عوالم الكون والطبيعة مسخرة لهذا الإنسان. وملك الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان أدوات التفكير وأدوات التعقل وأدوات التدبر وأدوات الربط بين الأسباب والمسببات، بين الأسباب والنتائج، وكيف يستطيع أن يربط ما بين العوامل المشتركة، وكيف يستطيع أن يفرق بين العوامل المتناقضة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فالعلم هو بداية عملية الاستخلاف، كانت البداية به، وكانت كذلك بداية الرسالة المحمدية قول الله سبحانه وتعالى: اقرأ. فبداية خلق الإنسان ارتبطت بالعلم، وبداية نزول الرسالة ارتبطت بالعلم والقراءة، وبالتالي الاستخلاف سنلاحظ بأنه يرتبط بشكل مباشر بهذا الموضوع. ولكن بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان وأدخله الجنة اختبارا وابتلاء، وأوجد معه أو أوجد حوله الظاهرة المعروفة، الظاهرة الشيطانية أو ظاهرة إبليس، وما حدث بعد ذلك من إغواء الشيطان لحواء وآدم، وأن الله سبحانه وتعالى أهبطهم إلى الأرض. قلنا اهبطا منها جميعا. فالهبوط هنا كان لحواء وآدم، وكذلك كان أيضا لمن أغواهما وهو إبليس، فجميعا هبطوا إلى الأرض. والله سبحانه وتعالى منذ اللحظة الأولى أخبر آدم عليه السلام وحواء بأن هذا الذي أقواهما وأخرجهما من الجنة هو العدو المباشر، هو العدو الذي سيعمل على إغوائهما، وستتم عملية الاختبار والابتلاء في الأرض والنجاح والرسوخ فيها من خلال وجود هذا العدو المتربص الذي سيعمل جاهدا تحت شعار لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والله سبحانه وتعالى يريد من ابن آدم أن يهتدي إلى الصراط المستقيم، ولكن هذه الهدايات ما ترك الله سبحانه وتعالى ابن آدم لاجتهاده أو لعقله أو لفطرته فقط، ولكن ركب فيه كل العوامل التي تساعده ليكون مهتديا. فابتداء ركب فيه فطرة، وفطرة الإنسان تتناسب مع تشريعات الله سبحانه وتعالى. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فهذه الفطرة متناسبة مع التشريع. ثم ركب فيه كذلك العقل الذي به يستطيع أن يميز بين الحسن والقبيح، الحسن والقبيح، بين الخير والشر إجمالا،
وهذا يمكن أن يكون موجود، يعني كثير الآن من البشرية حتى وهم بعيدين من الرسالة لكن يمكن أن يميزوا في إطار الحالة العامة بين الخير وبين الشر، ويمكن للناس أن يعرفوا ما هو الخير العام وما هو الشر العام، ويدركون أن قتل النفوس من الشرور، وأن أن سرقة الأموال ونهبها واغتصابها أيضا من الشرور، وأن الكذب من الشرور، وأن الصدق محمدة، وهكذا. يعني هذه قضايا، وأن العدل أيضا محمود، وأن الظلم مذموم. هذه إجمالا يمكن أن يتعرف إليه كل البشر بأن لما ركب الله سبحانه وتعالى في الإنسان من فطرة، ولما ركب كذلك من عقل. واستخدام هذين الأمرين مسألة مهمة جدا في حياة الإنسان. ثم أيضا الله سبحانه وتعالى عزز ذلك، عزز الفطرة السليمة والعقل الصريح، عزز ذلك أيضا بالنقل الذي هو هدايات الله سبحانه وتعالى ورسالات الله عز وجل إلى هذا الإنسان. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. إذن من اللحظة الأولى ارتبطت قضية الهداية لابن آدم من خلال رسالة. هنا دخولنا إلى قضية القرآن من هذا الباب، يعني الله سبحانه وتعالى ربط علاقته مع ابن آدم من خلال رسالة. هذه الرسالة ستتتابع لابن آدم بين فترة وأخرى من خلال رسل الله سبحانه وتعالى، أو بشكل مباشر. يعني في البدايات كانت مباشرة مع آدم عليه السلام، ثم انتقلت إلى طريقة غير مباشرة من خلال النذر، ثم من خلال الرسل، وعن طريق الملائكة. على كل تتابعت معنا الرسالات منذ لحظة نزول آدم عليه السلام، فهو من الذين اصطفاهم الله. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فهؤلاء ممن اصطفاهم الله لرسالته ونبوته وكلامه. فآدم عليه السلام كان أول نبي على وجه هذه الأرض، وذريته، فهو كان بالنسبة له ولذريته النبي الذي يتم من خلاله نقل رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الناس. ثم بعد ذلك بعد فترة طويلة جدا جاء نوح عليه السلام، وقد تبدلت أحوال البشر وخرجوا عن الهدايات المباشرة التي تلقوها من الله سبحانه وتعالى. وهنا جاءت قضية الرسالة والنبوة بشكل مباشر للناس، وبالتالي جعل الله سبحانه وتعالى قضية الإيمان به مرتبطة بالإيمان برسله وكتبه. يعني من الأركان الأساسية بالنسبة للمسلم أن يؤمن بكتب الله ويؤمن برسله. آمن الرسول، قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فنحن نؤمن برسل الله ونؤمن بكتب الله سبحانه وتعالى ورسالاته إيمانا كاملا ومجملا، ونؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا مجملا ومفصلا. وبالتالي هذه الرسالات عبر التاريخ منها من أعلمنا الله بأسمائها. بعض الرسالات وبعض الرسل أعلمنا بأسماء رسل يعني معينين، وأعلمنا بأسماء كتب معينة، فأعلمنا عن آدم ونوح وهود وصالح وشعيب وموسى وعيسى. على كل 25 رسول أعلمنا الله سبحانه ورسول ونبي أعلمنا الله بأسمائهم. وهنالك رسل لم يعلمنا الله به، ما أعلمنا. قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم عليك. فالله سبحانه وتعالى ليس كل الرسل قصهم علينا في القرآن. كما أن الرسالات هنالك أيضا رسالات لم يذكرها الله بالأسماء، ذكرها إجمالا. يعني ذكر لنا مثلا من الأشياء المفصلة صحف إبراهيم، وذكر لنا صحف موسى وكتاب موسى التوراة، وذكر لنا كتاب عيسى الإنجيل، وذكر لنا كتاب داود الزبور، وذكر لنا غير ذلك. يعني ذكر هذه بأسمائها، وذكر الفرقان، وذكر الصراط المستقيم كأجزاء كانت موجودة في رسالة موسى وموجودة في رسالة عيسى. ثم أيضا أخبرنا بأن أنزل إلينا أيضا نحن رسالة سماها الكتاب وسماها القرآن الكريم. إذن هذه الرسالات المتتابعة جعل الله سبحانه وتعالى لكل هؤلاء الرسل جعل لهم كتب، وجعل لهم مواثيق، وجعل لهم الحكمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فآتى الله الكتاب والحكمة للنبيين جميعا، ولكنه سبحانه ذكر لنا بعض الأسماء ولم يذكر البعض الآخر، وربما ما ذكره أقل بكثير مما لم يذكره. يعني الذي ذكر عندنا بسيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الآلاف من الأنبياء، يقول الأنبياء آلاف، ويذكر من الرسل أيضا 300 ونيف، يعني 310 315. فالأنبياء الرسل
يصل إلى هذا الحد. إذن وما من أمة من أمم الأرض إلا وخلا فيها رسول وخلا فيها كتاب، أي نزل إليها كتاب وبعث إليها رسول، وبالتالي أقام الله سبحانه وتعالى من خلال كتبه ومن خلال رسله ومن خلال الهدايات التي تعهد بها سبحانه وتعالى، أقام على ابن آدم الحجة الرسالية، بحيث لا يأتي يوم القيامة ويقول والله ما بعثت إلينا رسول ولا عرفنا ما هو مرادك يا رب العالمين. لا، الله سبحانه وتعالى أقام علينا بالعهود التي أخذها سابقا، وبالفطرة المركبة في دواخلنا، وبالعقل السليم الذي أودعه في دواخلنا. كذلك جعل الله سبحانه وتعالى حجته بالغة، وحجة الله سبحانه وتعالى لا يعني لا يستطيع أحد أن يقول بأنه ما بلغته رسالة الله سبحانه وتعالى. هذا في المجمل. وبالتالي ونحن نتكلم عن القرآن ننظر إليه بهذا الباب، ننظر إليه بأن القرآن الكريم هو رسالة الله سبحانه وتعالى المتضمنة لمراده جل جلاله، وجاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن القرآن، ما هو القرآن؟ القرآن الكريم هو الكتاب الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، أو نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ويعرفه العلماء على النحو الآتي: القرآن الكريم يقولون هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحيا بواسطة جبريل عليه السلام، وهو المتعبد بتلاوته والمعجز لفظا ومعنى، والمنقول بالتواتر، والمكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور، المبتدئ بسورة الفاتحة، والمختتم بسورة الناس. يعني هذا هو القرآن. القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، وعندما نقول كلام الله سبحانه وتعالى يدخلنا ذلك بطبيعة الحال حول صفات الله سبحانه وتعالى، وكون الله عز وجل متكلما متى شاء وكيف شاء وبالطريقة التي يشاء. وكلم الله سبحانه وتعالى أنبياءه، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله سبحانه وتعالى إبراهيم، كلم محمد عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يكلم بشكل مباشر، ويكلم كذلك بواسطة عن طريق أنبيائه، عن طريق رسله من الملائكة. فمثلا جبريل عليه السلام هو روح الله سبحانه وتعالى الحامل لرسالاته للأنبياء والرسل. فالروح الذي هو القرآن نفسه والكتب توصف بأنها روح، يحملها الروح جبريل عليه السلام إلى أنبيائه ورسله. فآخر رسالة لله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم، وهذا القرآن تعريفنا له بأنه كلام الله لفظا ومعنى، وليس كما يقول أهل الكلام أو المتكلمة والفلاسفة بأن هذا أمر نفسي وليس كلاما لفظيا. لا، كلام الله سبحانه وتعالى كما هو معهود عند المسلمين. هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله سبحانه وتعالى في ألفاظه ومعانيه، وهو منقول إلينا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن تلقيناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبريل، وجبريل أخذه يعني تلقاه من الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن في تعريف أنه يتعبد بتلاوته، فليس هنالك ما يتعبد بتلاوته غير القرآن. يعني نحن إذا أردنا الصلاة فالصلاة تكون بالقرآن لا تكون بغيره. إذا أردنا تعبدا عن طريق التلاوة نتلو القرآن الكريم، فنتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوة كلامه، نتعبد بتلاوته. وأيضا هذا القرآن فيه الإعجاز، والذي تحدثنا عنه ربما في برامج أخرى، ولكن الإعجاز هو عبارة عن البينات والبصائر التي إذا رآها من بعثت إليهم الرسالة عجزوا عن أن يأتوا بمثله، وتوقفت عقولهم وتوقفت إرادتهم في أنهم يأتوا بمثل ما جاء به هذا النبي، فيحصل ما يمكن أن نسميه عموما بالتفوق المعرفي والتفوق في ما نزل من الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك ما كان للنبي في وقته وزمانه أن يأتي بمثله ولا فيما بعد. يعني هذا التحدي طبعا قائم إلى قيام الساعة. والمكتوب في المصاحف فهو هذا الكلام، كلام الله مكتوب كما هو معهود عندنا، مكتوب في المصاحف. وهذا المصحف الذي بين أيدينا يعني محفوظ يعني مكتوب في المصاحف، في الأوراق، فيما نسميه بالكتاب، ومحفوظ في صدور الرجال. ويبتدئ هذا المصحف بسورة الفاتحة ويختتم بسورة الناس. نخرج فاصل إن شاء الله ونعود إليكم، فلا تذهبوا بعيدا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. عدنا ونواصل إن شاء الله في حديثنا عن القرآن الكريم. وكنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن تعريف القرآن بشكل مبسط. وهذه المسألة هذا التعريف هو طبعا اعتقاد كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهد بأن هذا الكلام أو هذا الكتاب يتضمن كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا التضمن لكتاب الله جاءنا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم شفاهة، تلقاه النبي من جبريل مباشرة، وهكذا السند. وإلى يومنا هذا فإن المسلمين وخاصة القراء منهم يتلقون هذا الكتاب سندا، يعني يتلقى كل تلميذ عن شيخه إلى أن يبلغ بروايته أو بتلاوته وحفظه لكتاب الله، يتلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول تلقيت عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، هكذا الطريق. يقول الإمام العلامة الشاطبي عليه رحمة الله في هذا القرآن الكريم في تعريفه، يقول: إن القرآن الكريم قد تقرر بأنه كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه. يعني هذا أيضا من التعريفات التي حاولت أن أعتمدها في التعريف. فهو كلية الشريعة، أي في هذا الكتاب الكريم، القرآن الكريم يتضمن كليات الشريعة. وهذا إن شاء الله يعني قد تأتينا إن شاء الله تفصيلا، لكن دعونا نقول بأن كل ما أراده الله من كليات دينية وشرعية ومعرفية وتعبدية وأخلاقية وردت في كتاب الله سبحانه. قد يأتي بعد ذلك تفصيلها داخل الكتاب وبيانها داخل الكتاب كما هو معروف عند المفسرين تفسير القرآن بالقرآن، ولكن قد يوكل أيضا أمر البيان والتفصيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بيان القرآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من مهامه الأساسية أن يبين لنا ما نزل إليه. فإذا نحن القرآن فيه كليات الشريعة، فهو كلية الشريعة وعمدة الملة، يعني ملة النبي صلى الله عليه وسلم تعتمد على هذا القرآن، كما أن الملل الأخرى تعتمد على كتبها، يعتمد أهل التوراة في التوراة ويعتمد أهل الإنجيل في الإنجيل في زمانهم. لكن بالنسبة لنا ملتنا تقوم على كتاب الله، عقيدتنا تقوم على كتاب الله، شرعتنا تقوم على كتاب الله، فهذه هي عمدة الملة. وينبوع الحكمة، يعني هذا الينبوع لا تنقضي عجائبه، يعني الكتاب الكريم هو من أراد الحكمة قصده، ومن أراد الهداية قصده، ومن أراد الرشد قصده، ومن أراد المعارف والعلوم الغيبية قصده، ومن أراد الهدايات في طريقة التعامل مع الواقع قصد هذا القرآن الكريم، فهو ينبوع الحكمة وآية الرسالة. أيضا هذا الكتاب هو آية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقوم رسالة النبي إلى يوم القيامة على هذا الكتاب. ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، لا طريق إلى الله إلا هذا الكتاب، هو الذي يهدي إلى الله. اهدنا الصراط المستقيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني مباشرة في سورة الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم أو اهدنا الصراط المستقيم، مباشرة مع أول سورة البقرة الله عز وجل يقول لك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا أردت الهداية، نعم، تلمسها في كتاب الله، فهو نور الأبصار والبصائر، لأن الظلمات لا يمكن أن تنقشع إلا بنور القرآن، ظلمات الجهل، ظلمات الوهم، ظلمات الظنون، كل هذا النوع من الظلمات التي بعضها فوق بعض تتراكم نتيجة البعد عن الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تنجلي لك هذه الظلمة إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره. يعني لن تنجو أمام الله إلا بهذا القرآن. ماذا فعلت في هذا الكتاب؟ أن الله عز وجل يسألك، يعني الملائكة يسألونك مع دخولك القبر بثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ أي كتابك الذي بعث إليه؟ ومن نبيك؟ هذه الأسئلة لا نجاة إلا بذلك، ولا تمسك بشيء يخالفه، يعني لا حجة بمخالفة كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث التعريف. نأتي إلى هذا القرآن الكريم من حيث أسمائه، يعني القرآن الكريم من حيث الأسماء
هنالك 5 أسماء أساسية، وهنالك أوصاف عديدة جدا حقيقة، يمكن تصل قريب من 30 وصف لكتاب الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم بما أنه عربي ونزل على معهود العرب كما يقول الشاطبي عليه رحمة الله، نزل على معهود الأميين، فالعرب كانت إذا عظمت شيء كثرت من أسمائه. فالسيف مثلا تجد عند العرب له 100 اسم، الأسد له مجموعة من الأسماء، وكل اسم من هذه الأسماء يتضمن وصف بطبيعة الحال. فالقرآن الكريم له أسماء وله أوصاف. فأول اسم لهذا الكلام الذي نزل به جبريل عليه السلام على محمد عليه الصلاة والسلام اسم الكتاب. اسم الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب. فاسم الكتاب يراد به ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليك الكتاب بالحق. فالله سبحانه وتعالى ما نزل بين دفتي هذا الكتاب هو كلام الله سبحانه، هو كلام الله سبحانه وتعالى، ويسمى الكتاب. الكتاب بمعنى مكتوب، معناه مكتوب، ويمكن حتى لو لم يكن مكتوب لكنه متضمن لفصول ولأبواب ولمباحث ولأفكار ولكذا، فيسمى كتاب. هذا كتاب فلان. إذن هو كتاب مكتوب، وهو قرآن كذلك، فاسمه أيضا القرآن. فالكتاب باعتبار أنه مكتوب أبسط مفهوم لها، والقرآن بما أنه مقروء. لا نريد الآن أن نخوض في تفاصيل ما ذهب إليه العلماء في قضية معاني كلمة القرآن، هل هو يقرن ما بين آيات الله الكونية وآياته الشرعية، أو يقرن بين الغيب والشهادة. هذه كل التفاصيل هذه ليست الآن، ليس هذا مجالها، ولكن دعونا كتاب بمعنى مكتوب، قرآن بمعنى مقروء. فكتاب الله سبحانه وتعالى مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور. المحفوظ في الصدور هذا يتلى ويقرأ ويسمعه الناس، نتلفظ به. فالقرآن اسم من أسماء هذا الكتاب، والكتاب نفسه اسم من أسماء هذا الكتاب. ومن أسمائه كذلك الذكر. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وهذا ذكر مبارك أنزلناه إليك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وهذا ذكر مبارك، ومن أسمائه الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن دعوني أقول بأن كل مسمى من هذه المسميات لها دلالة. الآن ليس هذا مجال تفصيل، لكن لما نقول كتاب له دلالة، لما نقول قرآن له دلالة. ويمكن أيضا أن نقول بأن لفظة القرآن أو كلمة القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى تتضمن الشق النبوي، الشق الذي فيه النبوءات وفيه القصص. فالقرآن هو عبارة عن كتاب النبي المتضمن لنبوءاته داخل الكتاب. يمكن هذا أيضا أن يكون متاحا، وقد ذهب إليه البعض. والكتاب بمجمله يشمل كل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته وبيناته وتشريعاته، يتضمن مسمى الكتاب من سورة الفاتحة إلى الناس، هذا كله يسمى كتاب. ولكن في داخله ما هو قرآن، وفي داخله ما هو ذكر. وهذه قضية أيضا إن شاء الله سنأتي إليها في الغايات القرآنية. الذكر، ماذا نعني بالذكر؟ لما الله سبحانه وتعالى، وغالبا في المرحلة المكية كان دائما القرآن يعبر بالذكر. الناس كانت في غفلة، قلوبها في غفلة بعيدة عن كلام الله، فكان ما فيه من تذكير وما فيه من آيات عن الجنة وعن النار تلين القلوب وتذكر الناسين والغافلين، فسماه الله ذكر. كذلك فيه ذكريات الماضي، يذكر الله سبحانه وتعالى الناس بماضيهم، ماضي البشرية. هذا ذكر يقص الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم، عن إسحاق، عن إسماعيل، ثم يقول هذا ذكر. فعلى كل من أسمائه أيضا الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن أسمائه أيضا الفرقان، ولكن الراجح أن الفرقان جزء من الكتاب، ويمكن أن يسمى به، يعني يسمى الشيء بجزئه، كما أننا نقول القرآن للكتاب نفسه يمكن أن نقول الفرقان. والدليل على أن الفرقان كان مما نزل على موسى عليه السلام. إذن هنالك جزء معين اسمه الفرقان كان نزل على موسى عليه السلام ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن اسمه الفرقان. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل وأنزل الفرقان. لاحظ هنا أنزل الفرقان، أي أنه أنزل كما أنزل التوراة والإنجيل وأنزل إليك الكتاب، فأنزل شيء اسمه الفرقان. هنا سنلاحظ بأن الفرقان نزل على موسى، لأن الله عز وجل يقول ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان. آتينا موسى الكتاب والفرقان. إذن في شيء اسمه الفرقان، وسنأتي إليه إن شاء الله إذا ربنا يسر
وهو مما هو مضمن داخل هذا الكتاب. والله عز وجل يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالفرقان المتضمن داخل الكتاب هو الذي فيه عبارة عن قيم عالمية، وليست قيم خاصة للمؤمنين فقط، قيم عالمية للناس كافة. لا يجوز لأحد أن يخرج عن هذه القيم العالمية التي تضمنتها الرسالات كلها، تضمنتها رسالة موسى، وتضمنتها رسالة عيسى، وتضمنتها رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وهو أيضا المسمى بالصراط المستقيم، ويسمى بالحكمة أيضا في بعض آيات الله سبحانه وتعالى: وآتيناهم الكتاب المستقيم وهديناهم الصراط المستقيم. فأحيانا مع الكتاب تأتي الفرقان، وأحيانا مع الكتاب يأتي الصراط. فعلى كل هذه أشياء متضمنة داخل الكتاب. أيضا من أسمائه الله سبحانه وتعالى سمى كتابه النور، سماه النور: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويسميه سبحانه وتعالى كذلك من أسمائه التنزيل: وإنه لتنزيل رب العالمين. إذن هذه بعض الأسماء على كل: الكتاب، القرآن، الذكر، الفرقان، النور، التنزيل. هذه بعض الأسماء التي أطلقها الله سبحانه وتعالى على كتابه الكريم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وستكون لنا تتمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.